وانا اتكلم بصراحه وعلى مسؤوليتي. داخل النظام المغربي اليوم كاين جوج تيارات. كاين تيار، انا ما نتكلمش على الحكومه، ما نتكلمش على العداله، نتكلم على النظام المغربي، العمق ديال السلطه والثروه والقرار والنفوذ. الحكومه هي مجرد واجهه من واجهات السلطه في اي بلد تتغير وعندها مشروعيه تتحول كل استحقاق. النظام المغربي الان كاين جوج تيارات. تيار يريد ان يلتف على هذا الاصلاح اللي هو اصلا اصلاح جزئي مش اصلاح كلي، اصلاح ماشي جذري. دستور قدم تعديلات ولكن كان ممكن تكون تعديلات اكثر، طرح اصلاحات كان ممكن تكون اصلاحات اكثر. مع ذلك هناك جزء او جناح في النظام المغربي يريد ان يعمد الى هذا الذي حصل فيقزمه ويرجع عنه. وهاد الناس يلعبون بالنار لانهم تيفكروا باللي 20 فبراير الربيع المغربي غير واحد سحابة صيف سوف تزول، وينبغي ان يرجع كل واحد الى موقعه الذي كان عليه قبل 20 فبراير. كان تيار عاقل وناضج وذكي فاهم اللي بديت بدلات، وانه لا يمكن ان يكون المغرب ولا العالم قبل الربيع الذي نعيشه كما كان من بعد. بالتالي المستقبل ديال المغرب بالاضافه ليقظه الشعب المغربي، اضافه للدور اللي يمكن تقوم به الاحزاب الحقيقيه، اضافه للحركه الاسلاميه والصحوه الاسلاميه، المغرب بالاضافه لهؤلاء رهين الصراع الموجود بين هذين التيارين. ولا انتصر تيار التعقل المغرب غادي يتحسن اكثر وغيكون فعلا نموذج. انا صدقوني ان الذي اخرجوا خارج الوطن ناس ينظرون الى التجربه المغربيه في التعاطي مع الربيع ديال المغاربه بطريقه اعجاب، وكيعتبروها استثناء وكيقولوا انتم اذكياء، انتم عقلاء، لان شافوا المجانين اش داروا في سوريا واش داروا في ليبيا واش داروا في اليمن واش داروا في البحرين. بالتالي اذا انتصر التيار هذا المغرب غادي يزيد يحسن، وذلك اللي نرجو. اذا انتصر التيار الثاني تيار النكوص والرده، اول ضحيه غتفشل حكومه العداله والتنميه، ما تنجحش، يمكن ما تكملش هذه الولايه. ثانيا المغرب مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها الكارثه، ولهذا خصنا نحاولوا ما امكن جميعا نديروا التوازن الصعب بين اننا نبقاو يقظين ونبقاو معبئين ونبقاو حارسين هذه المكاسب، وبين اننا ما نعطيوش الفرصه للجهه التي تمكنت سنه 91 في الجزائر وانقلبت على الانفراج الذي احدثه من جديد رحمه الله، وردت البلد الى حمام دم ما زال يعاني اليوم. ما لاحظتوش انه الجزائر التي سبقت كل الثورات لم تكن فيها ثوره؟ عرفتوا علاش؟ لان الشعب باقي كيعالج الجراح ديال 9 سنوات من المذابح الرهيبه التي سميت تزويرا حربا اهليه، وكانت حرب من طرف واحد هو العسكر على الشعب الجزائري، لانه نصر التجربه ونصر الثوره ونصر التغيير ونصر الحركه الاسلاميه وبغى الديمقراطيه. هل حكومه العداله والتنميه تسير في المسار الصحيح؟ لانها احيانا تتخذ قرارات